في ماذا تريد سقارة مني؟ تحت رمال الصحراء في سراديب عمرها كاذب. 6500 سنة. 24 تابوت جرانيت، كل واحد وزنه 95 طن. محدش عارف جابوها منين، ولا ازاي نزلوها، ولا ليه أصلاً. السراديب دي اسمها السيرابيوم، ممرات ضيقة منحوتة في الصخر بتودي على 24 حجرة فيها 24 تابوت ضخم. التابوت الواحد وزنه 80 طن والغطا 15 طن تاني. الممرات ضيقة جدا لدرجة إن أي ونش أو معدات رفع حديثة مش هتقدر تدخلها. تخيل 95 طن جرانيت في مكان ضيق من آلاف السنين. ليلة اكتشافهم العالم أوغست ماريت استخدم الديناميت عشان يفتح تابوت مقفول. فجأة الغبار والهواء انشفطوا جوه التابوت. المكان كان مفرغ من الهواء لآلاف السنين. ساعتها عرفوا إن ده مش مجرد مدافن. لما اكتشفوا السراديب سنة 1851 لقوا حاجات ما تتصورش. التوابيت كلها ملساء زي الزجاج، مفيش أي علامات أدوات، زواياها 90 درجة مظبوطة، وكأنها اتعملت بتكنولوجيا مش موجودة زمان. العلماء قعدوا سنين يحاولوا يفهموا إزاي 95 طن جرانيت اتحطت في مكان ضيق بالشكل ده. لغز لسه محير لحد دلوقتي. بعضهم قال إنها كانت مكان للدفن، لكن الدفن محتاج تحنيط ومفيش أي أثر للتحنيط في المكان. بعضهم قال إنها مكان للعبادة، لكن مفيش أي نقوش دينية في الحجرات. بعضهم قال إنها كانت مكان لطاقة معينة، والطنين اللي بيحسوا فيه بعض الزوار أكد النظرية دي. ياسر شاب 38 سنة بيدرس الظواهر الغامضة. كان دايما بيسمع عن السيرابيوم ويقرأ عنه. كان مهووس بفكرة إن التوابيت دي مش مجرد مدافن، لكنها حاجة تانية خالص. في يوم قرر يزور المكان في وقت متأخر بعد ما الزوار يخلصوا. استأذن من الأمن وقعد يتأمل لوحده. كان قاعد قدام واحد من التوابيت بيفكر إزاي 95 طن جرانيت اتحطت هنا. ملامسة الجرانيت البارد بدأ يحس بذبذبات خفيفة من جوه الحجر. فجأة حس بحاجة غريبة. المكان بدأ يطن، طنين خفيف زي ما يكون فيه كهرباء ساكنة في الهواء. الطنين زاد. حس إن في حد بينده عليه من جوه التابوت. قرب ودنه للتابوت، سمع صوت عميق جاي من جوه الجرانيت نفسه. الصوت كان بيقول كلمات مش مفهومة، لكنها كانت واضحة إنها مش مجرد وهم. وقف مكانه، قلبه بدأ يدق بسرعة. فجأة كل التوابيت 24 بدأت تهتز مع بعض في نفس اللحظة. ياسر حس إن جسمه تقيل، مش قادر يتحرك. شاف نور خفيف طالع من بين الغطا والتابوت. النور كان بيتحرك زي كائن حي. سمع صوت من كل حتة: انت أول واحد يسمعنا من 6500 سنة. احنا مش موتى، احنا حراس. اللي دخل هنا بيشوف سر مش بتاعه. ياسر عرف ان المكان ده مش للبشر. المكان ده كان مستني حد يكتشفه، لكن مش عشان يشاركوا المعرفة، عشان يبقى جزء منها. حاول يجري لكن رجليه مش طوعته. التابوت اللي جنبه بدأ ينفتح ببطء. صوت الحجر على الحجر بيصرخ في المكان. نور قوي خرج من جوه التابوت، ضرب في عينيه بمباشرة. ياسر صرخ بصوت مش مسموع. الصبح الأمن لقى ياسر قاعد على الأرض قدام التابوت، عينيه مفتوحة، مش قادر يتكلم. جسمه كان ناشف ووشه أبيض. الدكتور قال إنه في حالة صدمة عصبية. ياسر من ساعتها مش بيكلم حد، بس ساعات بالليل بيصحى يصيح ويقول طنين. الطنين لسه في ودني. روح لدكاترة كتير، محدش قدر يساعده. في مرة واحد من الأطباء سأله: انت شفت ايه تحت؟ ياسر بصله بعيون خايفة ورسم على ورقة شكل.
شكل مش آدمي، شكل له عيون واسعة وأصابع طويلة. الدكتور مفهمش حاجة. ياسر فضل طول عمره قاعد في أوضته ماسك ورقة والقلم يرسم نفس الشكل كل يوم. في الآخر العلماء لسه لحد دلوقتي مش عارفين إزاي اتبنت السراديب دي، بس ياسر عرف، بس مش قادر يحكي. وفي كل ليلة وهو نايم بيفضل يسمع الصوت: انت شفتنا، خلاص هتفضل معانا، هتفضل تسمع الطنين لحد ما تموت. ولحد دلوقتي السراب يوم لسه مكان غامض، والتوابيت ال24 لسه واقفة، والطنين لسه موجود مستني مين يسمعه. بس ياسر عارف إن اللي يسمع الطنين بيبقى جزء من السر. عجبك الفيديو؟ اشترك في القناة وفعل الجرس وشاركه مع أصحابك، عشان تحت سقارة ممكن في طنين مستني مين